حبايبي يا حلوين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل بقى اول فطار مع بعض، يا رب يعجبكم. قبل ما نبتدي الفيديو هنقول ايه؟ سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. الله. هتعملي ايه يا ميرو؟ تعالي بصوا بقى، سموا الله وشوفوا. هعمل النهارده، بسم الله الموبايل الاول عشان ما يقعش. هنعمل صينيه فراخ، طبعا انا متبلاها من امبارح. حطيت تحتيها بطاطس شرايح زي ما انتم شايفين، والتتبيله بتاعتها عباره عن كوبايتين زبادي، بصل، طماطم، ملح، بهارات فقط لا غير. هعمل ايه؟ احط عليها معلقتين زيت كده من على الوش زي ما انتم شايفين، وادخلها بكوبايه ميه على الفرن. اجيب كوبايه ميه زي ما انتم شايفين كده، وهقوم حطها فين؟ على البوتاجاز. يلا بينا على البوتاجاز. دي اول حاجه. معانا معلقتين سمنه على معلقتين زيت على معلقتين دقيق. بسم الله. بقدر عيني بقى، انا دايما بعمل البشاميل ده بمقدار عيني، يعني اللي متعود ان هو يعمله على طول بيعمله بمقدار عيني. كده خلاص تمام تمام اهي، بقت زي الفل. هتعملي ايه تاني؟ هننزل باللبن حبه حبه، في نفس الوقت بالمضرب. استنوا نجيب المضرب. هننزل باللبن حبه حبه كده، وكل ما يشرب اللبن ويحتاج لبن تاني هنحط. تنتنا هنعمل الخطوه دي لحد ما يبقى تمام معايا ويستوي. قلبي بالراحه وعلى مهلك وما تستعجليش وما تخافيش، مش هيكلكع منك ولا حاجه. نقلبه تقليبه حلوه وارجع لكم تاني. احلى حله بشاميل. زودنا شوف انا عملت الدقيق زي ما انتوا شفتوه، وبعدين حطيت بقى تاخد معلقه وادوبها في اللبن. حطيت بقى ملح، نحط شويه بهارات بقى، البهارات اللي انت بتحبها. لما انك صايمه اكلتي عايزه تحطي فلفل اسود حطي. انا بحط نطره صغنطوطه خالص بس عشان ما تغيرش لون البشاميل، وبرده بحط حبه بهارات من دي. بسم الله. دي بهارات مشكله، فراخ على لحمه، ما تخافوش مش هتغير لون البشاميل ولا اي حاجه. وبعدين بتدي طعم مش عايزه اقول لكم فظيع فظيع للبشاميل. زي ما انتم شايفين اهو. تكرني كده يا جنى، ولا مكلكع ولا مخرز ولا اي حاجه، زي الفل. هنسمي الله. اللهم انك صايم. سالقين طبعا المكرونه اللي احنا مجهزينها. هاتي لي الصينيه كده. هناخد حبه مكرونه. احلى حاجه ان انت تعملي كل حاجه تكون سخنه مع بعضها عشان تقفش وتمسك مع بعض. لو وراكي درس استني. زيت. شوفوا زي ما انتم شايفين، بحط شويه بشاميل كده، ده السمنه اللي بيمسك المكرونه ما ينفش فيها وهي سخنه. خدت بالكم؟ عايزه تحطي جبنه موتزاريلا حطي، عايزه تحطي برمجان تحطي، شيدر تحطي، رومي اللي انت عايزاه حطيه. كده تمام تمام يا ميرو. هناخد حبه زيت انتوا شايفين كده. في ناس ما بتحبش تحط زيت في الصينيه من تحت، لا انا بحب احط زيت بصراحه. يعني في ناس بتحط ايه، كرنيب بشاميل. انا من الناس يا جماعه اللي بعمل المكرونه طبقه واحده مش طبقتين. اقفلي ده ما يمرحناش، فبعملها طبقه عاديه مش تخينه ومش رقيقه عاديه. لا اقفلي ده الفلفل ده معايا زي ما انتم شايفين اهو. اللهم انك صايمه. النهارده اول يوم صيام. اهم حاجه انت تسويها كلها تبقى في مستوى واحد، وبعد كده بقى ايه، عايز تعمليها طبقتين براحتك. بس انا بالنسبه لي هي طبقه واحده دي جميله جدا، ما بتبقاش طبقه تخينه كمان يعني. دي اللحمه اللي احنا عاملينها مع بعض، الفراخ واللحمه اللي احنا عاملينهم مع بعض. هعمل صينيه بالفراخ زي ما انتم شايفين، والصينيه الثانيه بالقوانص. انا عاملاها خشنه مش ناعمه.
صينيه الفراخ على النار. خدوا بالكم يا جماعه، الاكل في اول يوم رمضان ما بيبقاش له شنه ورنه يعني بيتاكل بس مش اول يوم رمضان ما بنبقاش ناكل قوي. بصوا بقى، انا اهم عندي حاجه هي دي، بيملى بطنه ميه. هو البشاميل. مش هتحطي طبقه ثانيه؟ لا خلاص. انا من ساعه ما جربت الطريقه دي، انا كنت الاول بعمل المكرونه طبقتين، انما من ساعه ما جربت دي خلاص استحاله ان انا اعمل المكرونه طبقتين. جربيها وهتدعي لي والله، خفيفه ما بتلكمش، حاجه كده ايه دلع. ما حطيتش بيض، خدوا بالكم انا مش من الناس اللي بتحطوا بيض في قوي ما شاء الله. خليها تطلع. ما بحطش بيض في البشاميل. هاتي لي الصينيه الثانيه ده يا جماعه. شكل الاكل بتاعنا النهارده المكرونه، انا عايزه اقول لكم هي قد ايه جوسي، مش عايزه ابوظ منظرها بصراحه، مش راضيه اقطعها لما تاكل. عايزه اقول لكم جوسي جدا جدا جدا. شوفوا عامله ازاي، مش عايزه ابوظ بس منظرها عشان التقديم. خلاص كده القران قال. ودي الفراخ بتاعتنا ودي البطاطس. عايزه اقول لكم البطاطس والله العظيم حاجه كده. شوفوا البهاريز بتاعت الفراخ، يا سلام، اللهم اني صايمه. شوفوا حاجه كده ايه، زبده، البطاطس زبده دايبه 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 دايبه. ده كان غدا، ده فطرنا النهارده. انا مش متعود على كلمه الغدا. وده الزيتون بتاعنا اللي احنا خليناه مع بعض قبل كده. شوفوا حاجه كده ايه، ورد. فاهم ازاي؟ الزيتونه ملحمه من جوه وبيضه وقشطه، حاجه كده دلع. يلا نوصل لحد هنا يدعي لي دعوه بالشفاء ويقول ايه، بقيات الصالحات، سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. والله اعلم. اشوفكم في فيديو جديد مع امينه. باي باي.